ازاي تخزوق نفسك في دقايق. الطريق الى الخزوق. ايوه يا جماعه، كده زي ما بقول لكم، الانسان اوقات كتيره جدا مش بيحتاج حد يخزوقه، هو بيحب هو اللي يروح للخازوق برجليه. ايه ده؟ هو انا استنى لما الخازوق يجي لي؟ لا، انا اروح انا بنفسي. يا الله، اني اروح احكي قصه حياتي لحد وانا لسه عارفاه من 5 دقايق، اثق في حد بسرعه قوي وانا لسه ما عرفتوش، برضه هو بيحب الشاي بلبن زيي، اكيد ده انسان طيب. اقرب ناس بسرعه جدا مني واخليهم من صحابي القريبين واديلهم كل طاقتي، وبعدين اكتشف ان هم مش حاطيني في نفس المكانه فاتخزوق. اصاحب ناس انا لسه متعرفه عليها من غير ما اعرف شخصيتها كويس واشوف هي مناسبه لشخصيتي انا ولا لا، شايفه الريد فلاجز من بعيد كده، وادخل في علاقات توكسيك وما اطلعش منها غير وانا بزحف على الارض بعد ما خلاص فقدت الامل ان العلاقه دي تتصلح. زي اني ما احطش حدود في علاقاتي خالص واسيبها مفتوحه على البحري وافضل ادي، ومع اول مشكله تحصل اللي قدامي يقول لي انا ما طلبتش منك تديني كل ده، اني اتعشم في حد واحط توقعات انا عارفه كويس ان هو مش هيحققها، وده مش عيب منه، ولكن علشان التوقعات دي بعيده كل البعد عن شخصيتي. الهدف من الفيديو ده مش ان انا اساعدك تكره الناس، يعني مع ان هي الناس يعني سهل ان الواحد يكرهها، لكن الهدف من الفيديو ده اني اوريك انه احنا مش دايما يا جماعه ضحيه، اوقات كتيره جدا احنا اللي بنأذي نفسنا بنفسنا وبنعمل تصرفات يمكن بالنسبه لنا تبان صغيره، وبعدين بنرجع نعيط ونقول ان فلان خزوقني. في الحقيقه هو مش فلان بس اللي بيبقى خزوقك، هو انت للاسف بيبقى ليك دور في الخازوق ده. اتعلم بقى من غلطاتك ولا ايه؟ شاركوني في الكومنتات ايه اكتر حاجه حسيتوا ان انتوا بتعملوها وبتخزوقوا نفسكم بيها، وقولوا لي لو شايفين انه في حاجات تانية الانسان ساعات بيخزوق نفسه بيها. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك، وتتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، هتلاقوا كل اللينكات دي في الديسكربشن بوكس.